العثور على جثة شرطي متفحمة ومقطعة الأطراف داخل بئر نواحي بورشيد. إليكم التفاصيل. اهتز دوار الخضارة بجماعة الساحل ولاد حريز بإقليم برشيد صباح اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شرطي، حيث تم العثور على جثته مقطعة الأطراف بإحدى بالوعات الصرف الصحي. وفور علمها بالخبر حلت بعين المكان مصالح الدرك الملكي، الشرطة العلمية والتقنية، وكذلك السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية بحد سوالم، وقامت بإخراج جثة الهالك من الصرف الصحي، فيما حررت عناصر الدرك الملكي محضر المعاينة الأولية في محيط الحادث. هذا وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تم نقل الجثة صوب مستودع حفظ الأموات. الفقيد كان يشتغل قيد حياته شرطي المرور بمدينة الدار البيضاء، توارى عن الأنظار منذ ليلة البارحة إلى أن تم العثور عليه صباح اليوم جثة مفحمة ببالوعة، كما تم العثور كذلك على نظارات شمسية ولوازم عمله. رحم الله الفقيد ورزق ذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.